عايز تقنعني ان لعبه لابوبو ساعدت شركتها بوب مارت انها توصل لمبيعات 2 مليار دولار بسياسه البلايند بوكس او الصندوق الاعمى؟ لا طبعا. مؤخرا فجاه انتشر ترند لعبه لابوبو، بقينا بنشوف المشاهير قبل الناس العاديه بيعملوا لها فيديوهات انبوكسنج هو وبيفتحوا اللعبه وينبهروا بيها، ومع الوقت ده انعكس في الاخبار الماليه، زي اخر خبر نزل من فاينانشال تايمز اللي بيقول ان شركه بوب مارت الشركه المسؤوله عن لابوبو حققت مبيعات ب 2 مليار دولار سنويا، الرقم اللي كان بحسب الخبر مكتوب انه ممكن يعدي شركتين هاسبرو وماتل مع بعض. وطبعا انا كبرودكت مانجر او كمدير منتجات كان لازم ادرس الموضوع ده ككيس ستادي اتعلم منها، ولما دورت لقيت اغلب التحليلات بتنسب النجاح لاستراتيجيات زي البلايند بوكس او الصندوق الاعمى والليميتد اديشن او النسخ المحدوده اللي بتقود للسكارستي في بعض الالعاب او ندرتها. وكانت التحليلات بتقول ان الاستراتيجيات دي هي اللي بتخلي الناس تشتري صناديق كتير عشان تجمع المجموعه كامله، ولو في نسخه نادره الناس تتشقلب عشان توصل لها. بس كل دي ادوات، وفي رايي مستحيل تكون السبب الاصلي للنجاح، لان لو الموضوع سهل قوي كده والنجاح ليه معادله معروفه كان اي حد بقى عمل لعبه ببلايند بوكس وخلصنا. الحقيقه انه رايي ان السبب في نجاح اللابوبو اعمق من كده شويه. في كتاب افتر ستيف في قصه مهمه عن اطلاق الابل واتش. ابل في الاول كانت محتاره تسوقها ازاي، وقرروا في الاول انهم يسوقوها كفاشن برودكت، فبعتوا بياعين لمحلاتهم عندهم خبره في بيع الساعات، وخلوا الاعلانات مركزه على الفكره دي، وحاولوا يركزوا على الستايل كانهم بينافسوا رولكس كده. بس اللي حصل كان فشل ذريع، فقرروا وقتها انهم يغيروا التوجه تماما، وابتدوا يسوقوها بعد كده على انها هيلث برودكت تقيس النبض والتنفس والنشاط اليومي. وساعتها بس الناس بدأت تشتري. ليه؟ لأن بقى في منطق إنك تسيب الرولكس وتلبس ساعة ديجيتال مفيدة بتديك فاليو بروبوزيشن مختلف تماما عن الفاشن اللي بتديهولك الرولكس. القصة دي بتوضح قد إيه البوزيشننج ممكن يعمل فرق ضخم. عودة بقى لللابوبو، اللابوبو كانت بتتسوق كتوي، لعبة، لكن الناس كانت مستغربة ازاي لعبة شكلها غريب وتكاد بعض المقالات انها توصفها انها تقول انها اجلي يعني وحشة ممكن تنجح، لان التوي او اللعبة المفروض تكون كيوت، مع العلم ان ده منتج بيبقى للاطفال فلازم تبقى كيوت عشان الاطفال ما تخافش منها. لحد لما ظهرت المغنية ليزا من فرقة بلاك بينك وهي ماسكة لابوبو على شنطتها كميدالية، ومن اللحظة دي كل حاجة اتغيرت. اللعبة ما بقتش توي برودكت، بقت فاشن برودكت. الكاستمر سيجمنت كله اتغير، لان اللعبة ما بقتش بتخاطب اطفال من الجنسين، اللعبة بقت فجأة بتخاطب بنات جنزي. وليه بنات جين زي بقوا حاسين انهم قادرين يريليتوا للعبه دي؟ اولا لان بالحظ كان معظم تصميم شخصيات مونسترز بتاعت لابوبو كلهم بنات. ثانيا تصميم لابوبو نفسه هو مزيج ما بين الكيوتنس والداركنس، الحاجه اللي بنات جين زي ممكن يشوفوا نفسهم فيها بمنتهى السهوله، لانها بتعكس لمحه من الانوثه والتمرد اللي جواهم في نفس الوقت. فزي ما براند كيبلينج كان عنده القرد اللي بيتعلق على الشنط، دلوقتي لابوبو هي اللي بقت بتتعلق كانها ستيتمنت بتعبر بيه بنات جين زي عن نفسهم وهويتهم. وده شفناه في مشاهير غير ليزا زي ريهانا ودوليبا، وبقوا بنات جين زي بيقلدوهم ازواج. ساعتها بس بقى في معنى جديد للبلايند بوكس او الصندوق الاعمى والليميتد اديشن او النسخ المحدوده، لان الموضوع ما بقاش نيردي انه مجرد تجميع كولكشن العاب وخلاص، انما تحول انه بقى ستايل شخصي، بان البنات عايزين يجمعوا كل مجموعه الالوان عشان يطقموها على شنطهم اللي ليها الوان مختلفه. ده غير كمان ان لو في لابوبو ليه ليميتد اديشن هيبقى ليه طعمه الخاص لما يتحط في شنطه ويبان ان البنت اللي لابساه مميزه. فالخلاصه من وجهه نظري ان اللي خلى لابوبو تحقق المليارات ما كانش بس في ادوات التسويق زي ما بيتقال في الدارج انه السبب في ده يعني البلايند بوكس او الليميتد اديشن، انما كان في فكره تغيير البوزيشننج والاودينس، ان لابوبو تحولت رسميا من انها كانت توي برودكت الى انها اصبحت فاشن برودكت. انتوا بقى جربتوا تشتروا اللابوبو؟ شايفينها لعبه عاديه ولا ترند، ولا زي ما قلنا في حلقتنا النهارده كده فعلا فاشن ستيتمنت؟ احكوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والفولو لو عجبكم محتوى الحلقه النهارده. باي.